اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله سكيل ستاك. النهارده الحد وهنركز على مهاره جديده مهمه لاي حد شغال في مجال الديف اوبس. المهاره اللي هنتكلم عليها النهارده هي اتخاذ القرارات تحت الضغط. يمكن تكون مريت بالموقف ده قبل كده، الامور ماشيه تمام وفجاه يحصل طارئ كبير في السيرفرات او البايب لاين وتعطل خدمات مهمه، التليفون ما بيبطلش رن ومديرك بعت لك رساله ايه اللي بيحصل، العملاء مش عارفين يستخدموا التطبيق وفريق السبورت بيتصل بيك كل شويه، كل دقيقه تاخير بتفرق وخساره. في اللحظات دي بيكون مطلوب منك تاخد قرار سريع وصح علشان تحل المشكله قبل ما الوضع يسوء اكتر. المهاره دي مش موهبه سحريه، دي مهاره فعلا ممكن تطورها بالتدريب والوعي. في عالم الديف اوبس كل حاجه بتحصل بسرعه، نشر التحديثات بشكل مستمر، مراقبه الانظمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، واستجابه فوريه لاي مشكله في الانتاج. الضغط جزء من الشغلانه، لو ما عندكش القدره انك تاخد قرارات سليمه وانت تحت ضغط، قراراتك الغلط ممكن تكلف الشركه داون تايم كبير وخسائر ملهاش لازمه. القرار السريع مش رفاهيه، ده عنصر اساسي من شغل اي مهندس الناس بتثق فيه. كمان طريقه تعاملك وقت الازمه بتاثر على الفريق كله، لو بان عليك التوتر والارتباك الفريق هيقلق، ولو حافظت على هدوءك هتلاقيهم كلهم بيحاولوا يحلوا المشكله بهدوء برضه. طيب ايه اللي يساعدك تاخد قرارات افضل تحت الضغط؟ في شويه مبادئ ونصايح ممكن تخلي موقف الطوارئ اسهل شويه. اول حاجه واهم حاجه، اوعى تتوتر قدام المشكله، خد نفس عميق وافتكر ان لو انت هديت الاعصاب اللي حواليك هيهدوا. الهدوء بيدي رسالة ضمنية إن إحنا مسيطرين، وده بيخلي الناس حواليك أكثر تركيزا. تاني حاجة، قبل ما تندفع لأي حل حاول تفهم إيه اللي حصل بالظبط، بص على المونيتورنج اللوجات واسأل الفريق عن آخر حاجة اتغيرت. ومهم تعرف إن أول أليرت أو ايرور تشوفه ممكن ما يكونش هو السبب الحقيقي، فلازم تجمع صورة كاملة علشان تعالج أصل المشكلة مش بس الأعراض. قرار مبني على معلومات أفضل بكتير من قرار عشوائي. تالت حاجة، في نص الأزمة ركز على الحاجة اللي لو اتحلت هتفك 80% من المشكلة. ابتدي بالأجزاء الحرجة في النظام اللي ممكن تكون سبب العطل الكبير، ما تضيعش وقت على تفصيلة صغيرة والبيت نار مولعة حواليك. لو المشكلة كبيرة محدش هيزعل إنك تنادي حد يساعد، بالعكس ده تصرف ذكي. وزع المهام بسرعة، واحد يراجع السيرفرات، التاني يشوف الداتابيز مثلا، وفي نفس الوقت اتأكد إن محدش بياخد تصرفات فردية خطيرة زي إنه يغير الكونفيج من ورا باقي الفريق. التعاون هنا مفتاح النجاح، ومفيش وقت لأي تصرف فردي عشوائي. ما تضيعش الوقت في إنك تدور مين الغلطان وإنت لسه في قلب المشكلة، ده مش وقت عتاب أو تحقيق. ركز في إيجاد حل وإنقاذ الموقف. بعد ما تتحل المشكلة هنرجع نشوف ايه اللي حصل ونتعلم منه من غير ما نلوم حد، لكن واحنا في الأزمة الهدف هو التعاون مش توجيه الاتهامات. طيب بعد ما جمعت المعلومات ورتبت أولوياتك، خد القرار ونفذه، ما تفضلش متردد كتير لأن التردد ممكن يطول مدة العطل. لو قرارك طلع غلط مش نهاية العالم، كلنا بنتعلم، بس الأهم إنك ما تشلش الفريق بالتردد. جزء من الحكمة وقت الضغط إنك تعرف إمتى تلجأ لحل بديل. مثال، لو الديبلويمنت الجديد تسبب في المشكله ومش عارفين نحلها في 5 دقائق، ممكن ناخد قرار سريع برول باك، نعمل رول باك للاصدار القديم علشان نرجع الخدمه للناس. مش عيب تقول هنرجع خطوه لورا مؤقتا لحد ما نشوف حل افضل. بعد ما الدنيا تهدى وتعدي المشكله ارجع راجع اللي حصل، اعمل بوست مورتم بسيط، ايه السبب الرئيسي، ايه القرارات اللي نفعت وايه اللي ما كانتش موفقه. الهدف مش اللوم، الهدف اننا نتعلم علشان المره الجايه تبقى اسرع واحسن. في نهاية الحلقة افتكر دايما ان اتخاذ القرارات تحت الضغط زي اي مهارة تانية تقدر تطورها مع الوقت ومع التدريب. جرب تمرن نفسك عن طريق سيناريوهات افتراضية مع الفريق، مثلا نفترض ان السيرفر وقع ونتدرب هنعمل ايه. الخطط المسبقة وتمارين الكيوس انجينيرنج بتخليك مستعد لأي مفاجآت. مع الوقت والتدريب هتلاقي انه لما تحصل أزمة حقيقية هتبقى اهدى وواثق ومش هتتلخبط زي زمان. اهم حاجة وقت المشكلة حافظ على هدوءك، جمع اكبر قدر من المعلومات بسرعة وتصرف بثقة وحكمة. كده مش بس هتحل المشكلة، ده انت كمان هتطلع من كل أزمة أقوى ومتعلم أكتر. شكرا إنكم كنتم معانا في حلقة سكيل ستاك الأسبوع ده. استنونا الأسبوع الجاي إن شاء الله في مهارة جديدة هننميها مع بعض. والسلام عليكم.